السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يا حبايبي، يا رب كلكم تكونوا بخير. عمرك حسيت أو سألت نفسك ليه ولادي أو حتى أنت شخصيا أو أنت يعني بتبدع وبتعمل كل حاجة بالدماغ كده ومزاج لما تكون الحاجة دي أنت بس اللي مقرر تعملها وأنت اللي عايز تعملها، وأول ما حد تاني يطلب منك تعمل نفس الحاجة دي بالظبط دماغك بتقفل تماما وتحس إنه جسمك مش قادر أو بيرفض ان هو يتحرك للامام. ولو حد قال لك اعمل كده او حتى قال لك ما تعملش كده، ودي الحاجه بالظبط اللي انت كنت عايز تعملها انت بنفسك يعني، لكن لما حد قالها لك نفسك بتتصدع عنها تماما. تعرف حضرتك ايه السر ورا الموضوع ده؟ ده مش عناد منك على فكره، ولا قله ادب من ابنك او بنتك او تمرد حتى، بالذات لو عندك ADHD. في تفسير علمي ورا الموضوع ده وهيرفع عننا كلنا الحرج. في سر في الموضوع ده شويه، سر علمي نفسي كده. في حاجة في علم النفس اسمها PDA Pathological Demand Avoidance. يا سلام على الكلام. او اللي بالعربي يعني التجنب المرضي للطلبات، ودي متلازمة او يعني تقدروا تقولوا ظاهرة بتيجي كتير جدا عند ناس مخهم او كتالوج مخهم بيشتغل بطريقة مختلفة زي اللي عندهم ADHD. اللي بيحصل جوه دماغنا احنا او دماغ ولادنا اللي عندهم ADHD انه في بعض الاحيان، مش كل الناس كده طبعا لكن في ناس كتير كده، مجرد ما نيجي كده يجي امر لينا مباشر او التزام مفروض علينا، جهازنا العصبي بيترجم الطلب ده فورا كانه نوع من التهديد. تهديد لايه؟ تهديد لسيطرتنا احنا وحريتنا احنا. فبيحصل ايه بقى؟ بيدخل في حاله دفاع اللي هي بيسموها فايت اور فلايت، دفاع مخنا يعني، وبيقفل تماما. وده طبعا بيفسر امور كتير دلوقتي لما تفكر فيها في كل حاجه، حتى في علاقتنا بربنا سبحانه وتعالى. فالسؤال ليه احنا بيكون في كده ابداع في الحريه بالذات؟ يعني ازاي نفس الشخص ده ممكن يدخل مثلا المطبخ ويخترع مثلا اكله جميله عبقريه ويقدر يفتح بيها مطعم مثلا، او يقعد على الكمبيوتر مثلا يخلص شغل معقد جدا في البرمجه او في الكودينج او غيره من غير ما حد يكلمه ولا يقول له اعمل ولا ما تعملش كده لوحده يعني. لان بالظبط موضوع الحريه ده، مساحه الحريه دي اللي هي من غير قيود لمخنا احنا، بيخلي مخنا يلاقي الدوبامين اللي احنا عندنا يعني في ضعف شديد جدا يعني، وتحفيز يعني تحفيز اللي احنا دايما بندور عليه، مساحه الحريه دي. فمخنا بيشتغل بقى بشغف وحب وكده، بس بيشتغل بشغف وحب بدون اوامر. عشان كده يا حبايبي لو هنتعامل مع طفل عنده النقطه دي، او مثلا زوجه كده عندهم النقطه دي، يعني النقطه دي في ADHD بتاعهم، بلاش لو سمحتم صيغه الاوامر المباشره. ليه؟ لانه ده بيخلي عقله يقفل. فبدل ما نقول مثلا اعمل كده دلوقتي اللي بتتقال كتير جدا طبعا، نجرب نبدل الموضوع يعني نعمل اختيارات. يعني بدل ما نؤمر، يعني لما نحب نطلب مساعده مثلا من ولادنا وكده، بصيغه مختلفه شويه، ندي لعقله مساحه حريه. يعني ايه؟ مثلا نقول له تحب تعمل ده ولا ده، يبقى كده عنده خيار. هو لما يشوف ان في حريه وفي خيار هتلاقي النتيجه هتختلف تماما. وطبعا لو رحت عملت كده وما ينفعش، يمكن في امور تانية انا مش شايف الصوره كلها، بس هتلاقي العناد ده اختفى لو الامور التانية في البيت مفيش توتر وطبيعيه يعني، لاننا كده احترمنا طريقه شغل جهازه العصبي ومخه المختلف. لانه ربنا سبحانه وتعالى خلق دماغنا احنا، دماغ ADHD كده حره تحب الحريه. فلما نفهم الكتالوج بتاعنا وكتالوج حياتنا هنبقى والله العظيم يعني الموضوع يبقى اسهل بكتير. عموما يا رب الفيديو يكون ساعدكم. انا حاولت ما طولتش عليكم قوي يعني، كده حاجه ان شاء الله تفيدكم في حياتكم مع اولادكم او دماغنا ودماغكم وكتالوجنا. بحبكم جدا جدا في الله. ما تنسوش لو الفيديو ده يعني اثر فيكم، لمس فيكم حاجه، اعملوا منشن لحد، شيروه علشان الوعي ينتشر. نراكم في الفيديو القادم ان شاء الله. انا اخوكم انس، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.